اهلا بيكم في ذا باشن بوينت. انا محمد تهامي ولسه معايا نهى زهره، بنتكلم على المديتيشن وازاي ناخده في بيوتنا علشان نعيش حياه اهدى واحسن وخاليه من الزعيق والعصبيه المستمره. خلينا نتكلم بقى على كيسز من اللي انت شفتيها او ساعدتيها تحول على مدار السنتين اللي فاتوا، تحول بيوتها من بيت مليان ستريس وعصبيه وزعيق الى بيت اهدى وسكرين فري زي ما بتسميها. هو مينلي زي ما قلت لك، لما بدأت في الأول بعملها بشكل راندوم مع الأمهات. بدأ في ناس معينة الموضوع يدوني فيدباك، في ناس ما بتديش فيدباك وفي ناس بتدي فيدباك. من ضمن الفيدباك ان احد الامهات مثلا تقولي انا حسيت ان انا ميزان البيت. يعني فعلا لما انا ببقى متعصبه ببقى موتره زوجي وموتره الولاد وبيبقى البيت مكهرب، وحاسه ان انت بس وانس ان انت دخلتي البيت حاسه ان انت مش مبسوطه او في حاجه موتراكي. فمن بعد ما بقيت اعمل مديتيشن وبقيت مواظبه على المديتيشن، انا حاسه ان انا مرتاحه نفسيا. فمن هنا حاسه ان كل اللي حواليا بيدوني كومنتس: هو انت مالك؟ هو انت متاكده انت كويسه؟ يعني هو انت صوتك واطي ليه؟ انت التون حتى بتاع صوتك في الكلام اهدى. فانا حاسه ان هو غيرني بشكل او باخر وغير اللي حواليا من غير ما اعمل حاجه. اوكي. ده احد التعليقات مثلا. كويس جدا. هل في تعليق او قصه بقى لطفل، يعني طفل اتغير بسبب الجايدد مديتيشن اللي بتعمله الام في البيت؟ ممكن لو اخد اقرب حد مثلا ابني، لو انا عايزه استشهد بنفسي برضو. ادم بالنسبه لي المديتيشن بالنسبه له يومي. ما شاء الله. وهو حد كبير يعني، هو في اي جي، سنه كبير يعني. فبرضه في السن ده التينيجرز ما بيبقى خطر طبعا. او بالنسبه لهم عشان يتقبل الفكره دي شويه غريبه. فهي فرقت معاه جدا، حته انه كان الاول ممكن يتوتر من حاجه زياده عن اللزوم وتاثر على اللي بعد كده. المديتيشن بالنسبه له بقى خلاص عنده. ليه بقول اي جي؟ عشان بتبقى المذاكره كتيره جدا. فلو حاسس ان هو لسه وراه حاجات كتيره محتاج يخلصها وقفل من المذاكره، فمامي ممكن نقعد نعمل مديتيشن 5 minutes. ده حياه انا عايشاها فعليا يعني. فبنقعد وبنعمل مديتيشن شويه، فيقول لي خلاص كده فاين، وبيكمل بشكل كويس جدا الحمد لله يعني. بفضل الله. هل في كيس جات لك اللي هي كانت هوبلس كيس، يعني بتقول لك انا كانت حياتي خلاص على شفر الانهيار وانا مش مصدقه ان حاجه بسيطه زي دي 5 minute daily practice of meditation غير لي حياتي بالمنظر ده؟ هل جالك حاله زي كده؟ عندنا ام في المدرسه ما شاء الله اللهم بارك، يعني عندها في 4 اولاد في الكي جي وفي برايمري وفي اعدادي وفي ثانوي. ده واخده اللاين كله. فهي ده عامل لها ازمه شويه، ان هي طبعا بتعاني من كل الستيجز، يعني كل طبعا مرحله ليها مشاكلها طبعا. فهي بتعاني من المشاكل كلها، وده مخليها متوتره جدا وحاسه ان هي بتلوز الكنترول، مش عارفه تعمل ايه مع مين. المديتيشن بالنسبه لها كان مؤثر جدا، وحد بجد هي يعني شايفاها مش عارفه اقول ايه، فرق بشكل زياده عن اللزوم كمان. حاساها اثر فيها بشكل هايل، وخصوصا لما باخد البارنتس، يعني احيانا باخد البارنتس واولادهم نروح مثلا مسجد السلطان حسن نعمل مديتيشن هناك. فدي كانت اكتر حاجات اللي اثرت فيها، لما بيكون حد النازع الايماني عنده او كده زياده شويه، فبرضو المديتيشن بتلمس فيه القصه دي، فبتبالانس كل حاجه تانية. فانا اختلفت كبارنت واختلفت في تعاملاتها وبقت اهدى مليون مره، وحتى الفيدباك بتاعنا احنا في المدرسه كتعامل معاها افضل بكتير جدا من الاول. اوكي. احنا عايزين بقى نتكلم على الكورس بتاعك مديتيشن فور مامز. انت مجهزه ومحضره ايه للناس؟ لان اللي انت قلته لي حاجه غير تقليديه، فعايزين نشوف بقى انت ازاي بتقدميه ان ستراكتشرد واي عشان تخلي الامهات يطبقوا الكلام اللي احنا بنقوله ده كله ستيب باي ستيب وبشكل سهل جدا في حياتهم، عشان يلمسوا تاثيره وبيتهم يبقى اهدى شويه. عايزين نتكلم على الكورس بتاعك مديتيشن فور مامز في الفيديو اللي جاي، استنونا.